مون هوانجي. وتبتدي قصتنا اللي بنعرف انها بتدور وسط 3 عوالم: عالم الفانيين ودي الارض اللي بيسكن فيها البشر العاديين، وبعدين بيجي عالم الخالدين اللي بيسكن فيه اشخاص اكتر قوة وشراسة، وفي العالم ده بيتم صقل مهارتهم واختراق مستويات القوة لحد ما يوصلوا لأعلى مستوى اختراق في عالم الخالدين، وهو بداية تحول الحاكم. وهنا بيتم نقلهم للعالم الأعلى وهو عالم الأباطرة. وبنعرف إن أي شخص في عالم الأباطرة بيلقب بالسيد في عالم الخالدين، وبنعرف إنه بتتفتح بوابات ما بين عالم الأباطرة وعالم الخالدين لما يحبوا ينفوا حد من عالم الأباطرة، وبيظهر في عالم الخالدين بشكل مختلف عما كان عليه في عالم الأباطرة، بس بيفضل محتفظ بقوة الصقل اللي وصل لها. وبنعرف إن عالم الخالدين متقسم لمناطق، في مناطق قوية وفي مناطق أقل قوة، وده بيعتمد على سكان الطائفة اللي عايشين في المنطقة دي وقدرتهم على الصقل واختراق مستويات القوة. وأضعف منطقة في عالم الخالدين اللي بيسكن فيها أضعف الأشخاص الخالدين هي المنطقة القاحلة. وننتقل لعالم الخالدين وتحديدا المنطقة القاحلة، وبنشوف بطلنا تشين بنغ اللي اتنقل من الأرض لعالم الخالدين. وبنعرف إن بطلنا تشين اكتشف إن عنده مشكلة في الصقل، وبقاله 5 سنين محققش أي اختراق في مستوى الصقل، يعني لسه ما يفرقش كتير عن البشر العاديين. ممكن تسألني وتقولي طب هو مكمل ازاي في عالم الخالدين؟ اقولك ان هو معاه نظام بيساعده يكمل في عالم الخالدين، ومش عارفين النظام ده جاله ازاي ولا منين. بقولوا لي رأيكم في السجع. وبنعرف ان في اتفاقية بينه وبين النظام علشان يبدأ يدخل عالم الخلود والصقل لازم ينفذ 1000 مهمة يكلفوا بيها النظام، والمهام بتبقى بسيطة، ومع كل مهمة النظام بيديله هدية. مرة اداله فرخة، ومرة اداله سمكة، ومرة مقشة، ومرة أواني طبخ، ومرة سكينة مطبخ. أيوة هو اللي جه في بالكم ده. كل دي كائنات منفية من عالم الأباطرة، وهو بيتعامل في العالم ده على إنه بشري عادي، وبيعامل هدايا النظام على إنها هدايا عادية. وكان دايما بيتعصب من النظام ومش عاجبه الهدايا اللي بيديها له علشان شايفها ملهاش لازمة. بس الحقيقة اللي تشين بينغ ما يعرفهاش إن هو شخص مش عادي، والهدايا كمان هدايا مش عادية. وبنشوف بطلنا وهو بيتكلف بمهمة جديدة من النظام، وهو حاسس بملل وزهق كالعادة يعني، وبيقول لنفسه يا ترى بقى المهمة ايه المرة دي؟ صناعة لعبة أطفال زي المهمة اللي فاتت، ولا حل مشكلة بين 2 متجوزين زي المهمة اللي قبلها؟ وهنا بيتفاجئ تشين بينغ إن النظام بيطلب منه يبقى عضو في الطائفة الجبلية. وبنشوف بطلنا بيتخانق مع النظام ويقول له دي طائفة كل أعضائها عندهم قدرة كبيرة في الصقل ووصلوا لمستويات اختراق عالية، ازاي يعني هبقى فرد من الطائفة دي وانا على الله حكايتي زي ما انت عارف؟ وبنشوف بطلنا بيفكر ويقول الا بقى لو انت كنظام هيساعدني في المهمة دي. وهنا تيجي له رسالة من النظام بتقول له أنت وحدك دون مساعدة، تحلى بعزيمة الرجال. وبنشوف بطلنا قبل الأمر الواقع علشان لو رفض هيخسر كل المهام اللي عملها في ال5 سنين اللي فاتوا وهيعيد من الأول. وبنعرف إن النظام اداله 3 شهور لإتمام المهمة. وبنشوف بطلنا ماشي في المنطقة القاحلة بيدور على بوابة توصله للطائفة الجبلية. وبنعرف إن الطوائف القوية في عالم الخالدين بتحصن نفسها كويس من اختراق أي غريب لحدودها. وبنشوف بطلنا بيقول لنفسه عدى 9 أيام ولسه ما لقيتش طريق الطائفة الجبلية، يا ترى النظام ممكن يساعدني؟ وهنا تظهر رسالة من النظام بتقول له تحلى بعزيمة الرجال، لا تطلب العون من أحد. وهنا بنشوف بطلنا تشين وهو بيتخانق مع النظام ويقول له هو أنا طلبت منك مساعدة؟ أنا بتفك مع نفسي بكلمتين. ويمر يوم كمان، وفات كده 10 أيام، وبنشوف تشين بنغ وهو مجهد وتعبان من كتر اللف والدورات. الله، بعد إذنكم شجعوني على السجع اللي أنا عمال أقوله ده. ونشوف تشين وهو بيقول أنا لو قعدت عمري كله بلف وادور مش هوصل للطائفة الجبلية دي، أنا محتاج معجزة من السماء عشان ألاقيها. وبمجرد ما خلص كلامه بيلاقي فتاة بتقع عليه من السماء، وبنشوف تشين بنغ مستغرب، وبعدين بيجري عليها بسرعة وهو بيقول لها ما تخافيش أنا هنقذك ومش هسيبك تقع على الأرض وتموتي. ويجي يمسكها تفلت من ما بين إيديه ويقول لها متي أني آسف. لكن طبعا هي ما بتموتش لأنها من الخالدين وتبدأ تفوق. وهنا بيقرب منها بطلنا تشين وبيقول لها حمد لله على السلامة، قدر ولطف وجات سليمة. بس أنا مش قادر أفهم، واحدة زيك باين عليها إنها من طائفة عريقة في عالم الخالدين، إيه اللي يوقعها في المنطقة القاحلة؟ وبنشوفها بتبص لبطلنا وهي مكسوفة وحزينة وتقول له انت عملت فيا ايه؟ وهنا بطلنا يشاور بايده ويقول لها انا ما لحقتش اعمل حاجة، اقصد انت فقتي على طول وما خدتيش وقت بعد الوقعة. وبنشوف الفتاة دي وهي بتبص لبطلنا تشين وهي مستعجبة، وفجأة تقدم ليه احترام سيد الأباطرة وتقول له أيها السيد، أعتذر عن تجاوز حدودي معك. وبنشوف بطلنا بيقول لنفسه سيد مين؟ يا عيني مسكينة،
واضح انها اتخبطت في دماغها جامد قوي، ده عقلها مفوت خالص. وبنشوف بطلنا يقول لها باستغراب: مين هو السيد؟ انا بشري فاني، ولحد دلوقتي ما نجحتش في اي عمليه صقل او اختراق من 5 سنين. وفجاه بيظهر حواليهم مجموعه من المستفيقين، ودول طلاب من المدارس العليا لتعليم اختراق مستويات القوى للخالدين. يا جماعه قولوا لي ايه رايكم في السجع والنبي؟ وبنعرف انهم كانوا بيطاردوا البنت دي. وهنا بنشوف بطلنا بيبص حواليه ويكتشف انهم محاصرينه من كل مكان، وبيهمس للبنت ويقول لها: بصي، احنا متحاصرين من كل الجهات ومش هنقدر نخش في معركه معاهم لان هاله الصقل عندهم قويه جدا. انا هحاول اجري من ناحيه اليمين وانت تجري من الناحيه التانيه، واللي يقدر يهرب يحاول يساعد التاني. فتبص له بصات كلها اعجاب وتقول له: ايها السيد. وهنا يتعصب عليها ويقول لها: سيد مين والناس نايمين؟ انت لسه الخبطه مأثره عليكي؟ بصي بصي مدى قوه المستفيقين اللي حوالينا. وبنشوف المتدربين الخالدين بتخرج منهم هاله من اللي تشي قويه جدا، ويقول لها بطلنا: دي اخر فرصه لينا، انا هلف واجري من الاتجاه ده وانت تجري من الاتجاه التاني. وبمجرد ما يلف بطلنا يلاقي الطلبه الخالدين بيركعوا قدامه ويحيوه تحيه سيد الاباطره. ونشوف واحد منهم بيقول: نأسف نأسف على الازعاج ايها السيد. وهنا بطلنا يبص لهم باندهاش ويقول: مش المفروض انكم من الخالدين؟ ازاي تحيوا بشر فاني زيي وكمان تلقبوه بالسيد؟ هو انتوا كمان وقعتوا على دماغكم؟ وهنا بنشوف الفتاة وهي بتبص له باعجاب وتقول في نفسها: هذه الهالة التي لديه تؤكد انه احد افراد الاسرة الملكية في عالم الاباطرة. وبنشوف تلميذ تاني بيقول في نفسه: الطاقة الصادرة من السيد تزيد الرعب والألم في قلبي. ونسمع واحد تاني بيقول وهو بيضغط على أسنانه: كلما أنظر إلى السيد أشعر أن روحي تسعى لمفارقة جسدي. وبنشوف بطلنا وهو بيخرج منه هالة قوية مرعبة وهو لا يشعر بها، فيصرخ تلميذ آخر ويقول: السماح والمغفرة منك أيها السيد، لم نتوقع أن يوجد في المنطقة القاحلة سيد من أسياد عالم الأباطرة. اسمح لنا بالذهاب ولن ترى وجهنا هنا مرة أخرى، أؤمر فقط وقل اذهبوا. وبنشوف بطلنا واقف مش فاهم حاجة من اللي بيقولوها، وبيقول على استحياء كده وهو بيفكر مع نفسه: اللي أنا فهمته من كلامكم إنكم عاوزين نقول اذهبوا وهتمشوا يعني وتسيبونا في حالنا؟ طب اذهبوا. وبمجرد ما بيسمعوا أمر بطلنا بالذهاب بنشوفهم بيجروا بمنتهى السرعة، ونسمعهم بيصرخوا ويقولوا: شكرا لكرمك أيها السيد المبجل. وبنشوف الفتاة وهي منفعلة وبتقول لبطلنا: أنا أنا مورو شوي، شكرا لك أيها السيد على إنقاذ حياتي. وبنشوف بطلنا بيقول لها: أنا مش سيد يا ستي أنا بشري فاني. وهنا بنشوف مورو شوي وهي بتفكر وتقول في نفسها: يبدو أن السيد في مهمة خاصة، ولا يرغب أن يعلم أحد أنه من عالم الأباطرة، يريد أن يظهر بمظهر بشري، يجب أن أساعده في مهمته. وبنشوفها بتمثل وتقول له: نعم صحيح أنت بشري فاني. ويقول لها بطلنا: شكلك بيقول عكس كلامك وإنك لسه مش مصدقاني. ما علينا، أنت اسمك مورو شوي؟ هو أنت تقربي لعذراء الطائفة الجبلية ولا ده تشابه أسماء؟ وتتفاجئ مورو وتقول له: نعم أنا، هل سيدي يعرفني؟ يقول لها بطلنا: أصلي قريت شوية عن الطائفة الجبلية اليومين اللي فاتوا وكنت عاوز انضم ليهم، ممكن تساعدينا اوصل لهم؟ وترد عليه مورو بكل حماس وتقول له: كل شيء تحت تصرف السيد، سأذهب معك إلى الطائفة. وبنشوف مورو هي بتشرح لبطلنا طريق الطائفة وبتقول له: يجب أن نطير فوق هذا الجبل، ثم سنعبر الوادي الضيق، وهناك سنجد البوابة إلى الطائفة. وهنا يقول لها بطلنا: بس أنا بشري وما بعرفش أطير. وترد عليه مورو وهي عاملة إن هي مصدقاه وتقول له: نعم بشري ولا تجيد الطيران. ويبصوا لبعض بصة كلها تخلف ومش مفهومة. ويمر الوقت وهم واقفين نفس الوقفة، ومورو فرحانة انها بتشاركه الكذبة انه بشري، وهو واقف مش فاهم سر الضحكة الساذجة اللي عمالة تضحكها وبيعاملها على انها متخلفة. وتمر فترة صمت كبير بينهم، وبعدها يقول بطلنا: أنسة مورو، بما اني بشري، هل في طريقة اقدر اوصل بيها للطائفة الجبلية غير موضوع الطيران ده؟ وهنا تتحمس مورو وتقول له: فهمت، هناك طريق نستطيع أن نسير فيه بين الوديان يصل بنا إلى الطائفة، ولكنه سيستغرق وقت أكبر، سأسير معك على أي حال. وبنعرف أن مورو دي هي بنت زعيم الطائفة الجبلية، وفعلا بيوصلوا للطائفة الجبلية، وبنشوف بطلنا مبهور وبيتفرج على الطائفة وبيقول لنفسه: فعلا تستحق تبقى طائفة من الخالدين. وينتقل بينا المشهد لقاعة زعيم الطائفة، وبنشوف السيد شوي زعيم الطائفة وبجواره ابن عمه السيد شوان شيخ الطائفة. وبنشوف مورو داخلة عليهم وكلها حماس وبتقول لهم: أبي عمي، لدي مفاجأة سارة لكم، لقد وجدت سيد من عالم الأباطرة يسكن في المنطقة القاحلة ويريد الانضمام إلى طائفتنا.
فيقول لها أبوها وهو مش مصدقها: سيد من عالم الأباطرة، ما الذي أتى به لأرض الخالدين؟ ويريد أيضا أن ينضم إلى طائفتنا؟ يبدو أنه محتال كبير. وبيرد شيخ الطائفة شوان ويقول: لقد استغل هذا النصاب الفتاة المسكينة واستطاع خداعها. ويكمل كلامه وهو بيضحك ويقول لها: أتى من عالم الأباطرة ليسكن المنطقة القاحلة، يا لها من مسحة. ماذا أخذ منك هذا النصاب قبل أن يغادر؟ فنشوف مورو بتقول لهم وهي متعصبة: أبي عمي لم يأخذ مني شيء ولم يهرب، إنه ينتظر في الخارج للسماح له بالانضمام لطائفتنا. وبنشوف السيد شون بيقول وهو مستغرب: ماذا ينتظر بالخارج؟ يا لجرأة هذا الشخص. ويلف ويقول للسيد شوان: انتظر انتظر هنا لنكمل حديثنا، وسأذهب أنا لهذا النصاب وسينال العقاب الذي يستحقه. فيقول له شوان وهو بيبتسم: حسنا، سأنتظرك هنا، لا تتأخر. وبنشوف مورو بتحاول تهدي والدها وتقول له: أبي لا تسئ للسيد، فهو ليس كما تظن. فيرد عليها أبوها وهو متعصب ويقول لها: هذا المحتال استطاع خداعك واستغل براءتك، سأجعل منه عبرة لكل من يتجرأ على خداع طائفتنا. وبنشوف إنه أول ما شاف بطلنا اتثبت مكانه من كتر الصدمة. وبنسمع مورو بتقول له: لقد أخبرتك يا أبي إنه أحد الأباطرة، انظر إلى قوة الهالة المحيطة به. فيرد عليها أبوها وهو بيبص لبطلنا: إنها لا تحيط به، إنه مصدر لها، وكأن جسده كله مصنوع من الليتشيا الخالد. وبنشوف السيد شون متجه إلى بطلنا، ونشوف بطلنا وهو متوتر وبيقول لنفسه: أنا أول مرة أقابل شخص بالمكانة دي، هل يا ترى ليهم تحية معينة؟ أنا أقول له: يا رئيس الطائفة. لا، أنا الأفضل أقول له: يا زعيم الطائفة. حلوة زعيم الطائفة دي. ويتفاجئ بطلنا إن السيد شوان بيركع قدامه ويحييه تحية سيد الأباطرة، وبيقول له: لم أكن أعلم أنك في طائفتنا المتواضعة. وهنا بنشوف بطلنا مصدوم وبيقول في نفسه: يا دي النيلة، دي مش البت بس اللي متخلفة، ده أبوها كمان دماغه مسرفلة، هي العيلة دي ما فيهاش حد عاقل؟ ويقول له بطلنا: ماذا تفعل يا سيدي؟ أنا مجرد بشري فاني. وبنشوف مورو بتهمس لوالدها وتقول له: لا تحيي السيد يا أبي، فإنه في مهمة لفهم عالم الفانيين، لذلك يتعامل على أنه فاني، لا بد لنا أن نجاريه في هذه المهمة حتى لا تفسد تجربته. وبنشوف بطلنا وهو بيبص لهم ويقول في نفسه: انا ايه اللي وقعني الوقعه المنيله دي؟ وهنا بيجي السيد شوان ويقول له: لقد سمعت انك تريد الانضمام لطائفتنا. فيقول له بطلنا: لي الشرف يا سيدي رئيس الطائفه ان انضم للطائفه الجبليه، استطيع ان اكون عاملا او مزارعا او راعي غنم، فقط ائذن لي ان انضم للطائفه. وهنا يتعصب عليه رئيس الطائفه ويقول له: عامل او مزارع؟ لن يحدث هذا على جثتي. وهنا تتدخل مورو وتهدى ابوها. وبنشوف بطلنا مش فاهم حاجه ولا عارف هو غلط في ايه. وبنشوف السيد شون وهو كله حماس وبيقول: انا عرفت ما يجب علي عمله، ساتقدم باستقالتي واترك منصب رئيس الطائفه، وستكون انت الرئيس الجديد للطائفه. وهنا بنشوف بطلنا وهو مستعجب ويقول في نفسه: الراجل ده مجنون رسمي. وبنشوف بطلنا وهو بيشاور بايديه ويقول له: يا سيدي رئيس الطائفه، انا مجرد بشري فاني ولا استطيع ان اكون رئيسا للطائفه، هذا منصب ذو شأن كبير ولا يتناسب مع امكانياتي. وهنا بنشوف السيد شون بيتكلم مع مورو ويقول لها: يريد منصب مناسب لامكانياته، كم انا احمق، لا يجب ان يكون رئيسا للطائفه. وبنشوف السيد شون بيوجه كلامه لبطلنا ويقول له: يا سيد تشين، لن تستطيع ان تكون رئيسا للطائفه. وهنا بطلنا تشين بيقول له: ده قرار عظيم يا سيدي، ربنا يكملك بعقلك. وبنشوف السيد شون بيقول بكل حماس: من الآن فصاعدا وبالنيابة عن أبي أعلن انسحاب أبي من منصبه كسلفا للطائفة، وتصير أنت السلف الوحيد للطائفة. وهنا بنشوف بطلنا مصدوم ومش فاهم حاجة. وبعدين بنشوف بطلنا هو بيتخيل نفسه سلفا للطائفة ويقول: أيها الطائفة، أنا جمعتكم النهاردة علشان مش فاضي بكرة. ويقول في نفسه: هو السلف ده المفروض يعمل إيه؟ علشان أنا أول مرة أشتغل سلف. وبنشوف السيد شون بكل حماس بيقول: هيا بنا إلى قاعة كبار الزوار لتستريح سيدي سلف الطائفة. وهنا مورو تمسك ايد والدها وتقول له: أبي، أنسيت أن عمي شوان في القاعة وهو يظن أن السيد شخص مخادع؟ أخشى أن يتفوه بكلمة مهينة في حق السيد. وبنشوف السيد شون بيسيبهم وبيجري بسرعة على القاعة قبل ما يدخلوها. وبنشوف بطلنا ومورو مستغربين. فتقول له مورو: إن أبي مريض، لقد تذكر ميعاد العلاج الآن. فيقول بطلنا: أنا قلت إنه مريض برضه، أكيد بيتعالج بالكهرباء. وبنشوف السيد شوان جالس في القاعة وماسك كرة من الخشب ومشغول بيها جدا. وفجأة بيدخل عليه السيد شون، فيقول له السيد شوان: ماذا؟ هل عاقبت ذلك المخادع وطردته من الطائفة؟
فيقول له السيد شون: لا، وتحدث عنه بأدب، فقد صار السيد تشين سلفا لطائفتنا. وهنا بيتصدم السيد شوان ويقول: حتى أنت تم خداعك من هذا النصاب. وبيقوم من مكانه علشان يواجهه، وهو بيقول لشون: يا لك من ساذج مثل ابنتك، سأعاقب هذا المحتال بلا رحمة. وبمجرد ما السيد شوان يشوف بطلنا تترسم على وشه ملامح الدهشة والتعجب، ومش قادر يستوعب حجم الطاقة اللي خارجة من بطلنا. وفجأة نلاقيه نزل على ركبته وقدم لبطلنا تحية سيد الأباطرة، وهو بيقول: اغفر لي سيدي، لم أكن أعلم أنك هنا، وإلا لأتيت للترحيب بك. وهنا بنشوف السيد شون وهو بيضحك على السيد شوان وبيقول في نفسه: مش ده اللي كنت عاوز تقدمه؟ ده في عالم هنا جبانات بشكل. وبنشوف بطلنا مصدوم وبيقول في نفسه: هي الطائفة دي ما فيهاش حد عاقل أعرف أتفاهم معاه. وأثناء تحية السيد شوان لبطلنا تسقط منه الكرة الخشبية، فيمسكها بطلنا، وبنعرف إن دي لعبة من الألعاب اللي بطلنا عملها، وإن ليها طريقة فتح معينة زي الأحجية كده، وجواها حلوى للأطفال، ودي كانت مهمة من النظام كلفوا بيها من فترة. فيقول السيد شوان: لقد وجدها أحد التلاميذ على الطريق السري المؤدي للطائفة، إنها مصنوعة من مادة لا نعرفها، وداخلها أجوف، لقد حاولنا فتحها عدة مرات ولكننا فشلنا. فيقول له بطلنا: دي مصنوعة من الخشب وليست جوفاء من الداخل، بداخلها حلوى للأطفال. وهنا بيندهش السيد شون والسيد شوان ويقولوا في نفس واحد: هل هل يملك السيد مهارة خفية يستطيع من خلالها أن يرى ما بداخل الأشياء المغلقة؟ فنشوف بطلنا بيلعب بالكرة ويقول لهم: لا، ده عشان أنا من صنعها. ويقوم بطلنا بفتح اللعبة ويخرج منها الحلوى. وبنشوف مورو مندهشة وبتقول: لقد مرت عدة أسابيع ونحن نحاول أن نفتح هذا الشيء ولكننا فشلنا. وبنشوفها بتبص للحلوى وتقول: القوة الروحية المحيطة بها قوية جدا. وتاكل مورو الحلوى اللي في اللعبة، وفجأة بنشوف هالة من الطاقة بتحوطها، ويحصل لها اختراق من المستوى الأول إلى المستوى العاشر في مرحلة تشكيل الأساس. يعني الحلوى اللي اداها لها بطلنا دي اديتها طاقة اختراق ل10 مستويات مرة واحدة. وهنا بنشوف مورو بتمسك ايد بطلنا وتقول له: أنت لم تنقذ حياتي فقط، بل جعلتني أرتقي 10 مستويات دفعة واحدة. كيف أرد لك هذا المعروف أيها السيد؟ وفجأة نلاقيها بتتكسف وبتقول على استحياء: هل تقبل أن أهبك نفسي؟ وهنا بيتصدم بطلنا ويقول في نفسه: أكيد كانت بتاخد جلسات كهرباء مع أبوها. فيبص لها بطلنا ويقول لها: ما ينفعش تعرضي عليا عرض زي ده عيب وما يصحش، ده غير كمان إن باباكي واقف. ويبص بطلنا للسيد شون فيشاور له بالموافقة ويقول له: لا مانع عندي، أنا لا أمانع. وهنا بطلنا يتصدم تاني ويقول في نفسه: أبوها طلع كرومبا، إيه العيلة دي؟ ونشوف مورو وهي بتقرب من بطلنا وتقول له: إن لم ترغب فيا كحبيبة اعتبرني خادمة لك. ويبص بطلنا للسيد شون ويقول له: اعمل حاجة بقى، شكلك وحش قدامي. فابوها يشاور له بالموافقة وانه ما عندوش مانع برضه. فيقول بطلنا: واضح ان العيلة دي مجانين فعلا. وهنا نلاقي السيد شوان عم مورو بيزعق للسيد شون وهو غضبان وبيقول له: ما هذا العبث الذي يحدث؟ كيف تقبل أفعال ابنتك عديمة الحياء هذه؟ ثم أن هناك عهدا بيننا أن تتزوج ابنتك ابني، كيف تسمح لها بمثل هذه الأفعال؟ فنسمع بطلنا بيقول: أخيرا حد محترم في العيلة دي مش موافق على اللي بيحصل. تشكر يا حاج شوان يا مجدع، نينجا يعني. فيرد السيد شون على السيد شوان بلا مبالاة ويقول له: ابنتي لم تعد طفلة، يحق لها اختيار من يميل قلبها إليه. وهنا بنشوف شوان وهو غضبان وبيقول: يا لابني المسكين، سيحزن كثيرا، فعمه وابنة عمه يتقربون من السيد للاستفادة من قوته، وهو لن يربح شيء إلا إذا أراد السيد أن يضمه إلى حاشيته ويكون غلاما له. اخس، أنا غلطان إن احترمتك، وأنا اللي كنت فاكرك نينجا طلعت ترتر. يا طايفة ما شافتش بجوز جناهات تربية. وهنا تظهر رسالة من النظام بتقول لبطلنا: لقد اكتملت المهمة بنجاح، باشر مهام عملك الجديد كسلفا للطائفة. وبنشوف بطلنا بيقول للسيد شون: هي ايه المهام اللي هتطلب مني كسلف للطائفة؟ فيقول له السيد شون: سيد ايه بقى؟ ده انت سيدة مش سيد. ما علينا، خلينا في حالنا، احنا ملناش دعوة. فيقول له السيد شون: سلف الطائفة لا يفعل أي شيء، فقط عندما نتخذ بعض القرارات الهامة يجب أن يصدق عليها، ونلجأ إليه أيضا إذا واجهنا مشكلة غير قابلة للحل. وبنشوف بطلنا بيهرش في دماغه ويقول: لو كانت دي مهامه بسيطة. وبيقول للسيد شوان: أنا مجهد جدا ومحتاج أروح بأسرع وقت. وبنشوف بطلنا لسه ما كملش الكلمة لقى نفسه في الأرض القاحلة قدام بيته، وبنشوفه مستغرب وبيقول: هو ايه اللي حصل؟ وبنشوف السيد شون وهو مخضوض وبيقول له: لقد استخدمت اسلوب اختراق الصوت في الطيران لاصل بك في اسرع وقت، هذه التقنية تمتاز بها طائفتنا. ويقول في نفسه هو خايف:
هل هل كنت بطيء وأضعت وقت السيد السمين؟ وبنشوف بطلنا بيفكر مع نفسه ويقول جيت هنا طيران، لو كنت بطيء شوية كان نفسي أحس بشعور الطيران ده. وبنشوف بطلنا وهو بيفتح باب البيت وباين عليه الإجهاد والتعب. وبنشوف السيد شون وهو بيقول في نفسه لحسن الحظ لن يلومني السيد على تضييع وقته الثمين، في المرة القادمة سأحرص أن أكون أسرع. وبنشوف بطلنا بيبتسم ليهم ويقول لهم اعتبروا البيت بيتكم، أنا هدخل أجهز الشاي وممكن تاخدوا جولة في البيت لحد ما نادي عليكم. وبيدخل ويسيبهم. وهنا بنشوف على وشهم نظرات الدهشة والتعجب لما بيبدأوا يلاحظوا الحيوانات اللي في ساحة البيت، وبيعرفوا إن دي كائنات منفية من عالم الأباطرة. ويبدأوا يلاحظوا ويقولوا هذا الدجاج يحمل روح العنقاء من عالم الأباطرة، وهذه الأسماك تحمل روح التنين الذهبي من عالم الأباطرة. حتى شجرة الخوخ تشع بطاقة الليتشين نقية، إنه حقا منزل لسيد من أسرة ملكية من عالم الأباطرة. وبنشوفهم مش قادرين يستحملوا ضغط الطاقة الناتج من كل الكائنات دي، ويبدأوا يحسوا بالإجهاد. وبنشوف مورو وهي متأثرة من قوة ضغط الطاقة وبتقول لا أستطيع أن أتحمل أكثر من هذا، يجب أن نغادر فورا. فيرد السيد شون ويقول لقد أمرنا السيد بالانتظار هنا، ربما كان هذا اختبارا منه، يجب علينا أن نتحمل. وهنا بيسمعوا بطلنا بيقول لهم الشاي جاهز. فيدخلوا بسرعة وهم باين عليهم الإجهاد والتعب الشديد. وبنشوف بطلنا وهو بيصب لهم الشاي وبتخرج منه طاقة الليتشي قوية جدا. وبنشوفهم كلهم مذهولين من الشاي وبيقولوا هذا ليس مشروب الشاي، هذا مشروب طاقة الليتشي النقية. وبنعرف إن عشان تحصل عملية اختراق لمستوى القوة لازم الأول تحصل عملية صقل للطاقة الداخلية، وعلشان تحصل عملية الصقل لازم يخش الجسم في مرحلة اسمها لمس جذور الروح. وبنشوف مورو بتقول من مجرد شم رائحة الشاي تم ملامسة جذور روحي، فماذا سيحدث إن شربت؟ وبمجرد ما بيشربوا الشاي بيحسوا بالطاقة في كل جسمهم ويصرخوا ويقولوا لبطلنا نريد المزيد، نريد المزيد. وبنشوف بطلنا بيقول في نفسه وبعدين في شوية المجانين دول ويقول لهم للأسف يعني الشاي خلص. وهنا يبدأوا يصرخوا ويعيطوا زي العيال الصغيرة ويقولوا نريد المزيد، نريد المزيد. وبنشوف بطلنا واقف محتار مش عارف يتعامل مع شوية المجانين دول، وفجأة يصرخ عليهم ويقول لهم مفيش شاي تاني واتفضلوا عشان انا صدعت. وبنشوفه هو بيودعهم ويقول ما تشربوش شاي كتير علشان ده غلط على صحتكم. وبنشوفهم بيقدموا له التحية ويقولوا نعم سوف نتذكر تعاليمك هذا أيها السلف. وبنشوفهم هم ماشيين فرحانين وعمالين يغنوا، ويبصوا لهم بطلنا ويقول نفسي أعرف عاملين دماغ إيه. وبنشوف بطلنا ماسك رقبته وبنسمعه بيقول أنا مجهد وتعبان وجعان، ويقرر يروح يجيب حاجة تتاكل من السوق. وينتقل بينا المشهد للسلف السابق للطائفة الجبلية، وبنعرف إنه في عملية صقل بقاله ساعات وتخطى مرحلة جذور الروح وبدأ في الصقل وتجميع قوة جسمه الداخلية علشان يبدأ في أهم اختراق في حياته، وخلاص قرب يكمل عملية الاختراق بنجاح. وفجأة يسمع صوت بيصرخ عليه ويقول أبي أبي، الأمر اللي خلاه يفقد تركيزه ويحصل عنده خلل في طاقة جسمه الداخلية، وبنشوفه بينزف دم من فمه وبتظهر عليه ملامح الغضب والغيظ علشان عملية الاختراق باظت. وهنا بنشوف السيد شون بيقول له أبي لماذا أنت مستاء هكذا؟ من أغضبك إلى هذه الدرجة؟ وبنشوف السلف السابق وهو بيضرب السيد شون ويقول له أيها الأحمق لقد دمرت ساعات من التدريب الشاق. وبنشوف السيد شوان بيقول لمورو يبدو أن عمي مستاء، فترد وتقول له أرى هذا ويبدو أن أبي السبب. وبنشوف السلف السابق بيقول أيها الغبي كنت على وشك اختراق مستوى ابتداء الروح، هل تعلم منذ متى وأنا أحاول أن أصل لهذا المستوى؟ فيرد عليه السيد شون ويقول له لا تغضب كثيرا يا أبي، لقد أصبح لدى طائفتنا سيدا من عالم الأباطرة سيساعدك على الاختراق بسهولة. وبنشوف السلف بيبص لابنه شون ويقول له سيد من عالم الأباطرة انضم لطائفتنا؟ كنت أظن أنك ساذج فقط ولكن اتضح لي أنك غبي أيضا. وبنشوف السيد شون بيقول بإصرار أعلم يا أبي أنك لا تصدقني، ولكن ما رأيك أن نتراهن؟ إنني أتحداك، سأراهن بكل ما أمتلك. وبنشوف السيد شوان بيقول وأنا أيضا يا عمي سأراهن ب10,000 حجر روحي. وتقول مورو وأنا يا جدي سأراهن ب5,000 حجر روحي. وبنشوف السلف السابق بيبص لهم وهو مستغرب وبيقول في نفسه إنهم يراهنون بكل مدخراتهم. فنشوف السيد شون بيقول له بتعالي ماذا يا أبي؟ هل تملك الشجاعة للمراهنة أم أنك جبان؟ وبنشوف السلف راح مديله بالقلم تاني على وشه وقال له تهذب أيها الأحمق وأنت تتحدث مع أبيك وخذني إلى هذا الشخص اللعين. وينتقل بينا المشهد وبنشوفهم قدام بيت بطلنا، وبيقول السلف باندهاش كيف لشخص كهذا أن يسكن في الأراضي القاحلة؟ لماذا يقبل هذا الوضع؟ ونشوف السيد شون بيقول أبي توخى الحذر في الكلام، إن السيد في مهمة ويتنكر في شخصية بشري لكي يدرب عقله على فهم عالم الفانيين،
فيرد السلف ويقول له: ما هذا الهراء الذي تتحدث به؟ يبدو أنه نصابا واستطاع خداعكم. وبنشوف السلف بيفتح الباب ويخش ساحة البيت بتاعة بطلنا، وبنشوف السيد شوان بيصرخ ويقول له: أيها العم لا تفعل هذا أرجوك، يبدو أن السيد ليس بالمنزل. وبمجرد ما بيخش بيتفاجئ بكمية الضغط الكبيرة الناتجة من الكائنات الأسطورية اللي في ساحة البيت، لدرجة إنه ما بيقدرش يتحرك من مكانه. وفجأة بيتفتح باب البيت وبيظهر قدامه مقاتل بهالة قوية جدا، وكان قرب يقضي عليه، لكن الدجاجة ذات روح العنقاء بتمنعه وتقول له: شبر، توقف، السيد عائد الآن ولا نريد أن نكشف أنفسنا أمامه. وبنعرف إن شبر كان قائد فيلق في عالم الأباطرة، وتم نفيه إلى عالم الخالدين على شكل سكين مطبخ حاد. ونسمع شوبر بيقول: لا يحق لكم اقتحام المنزل دون وجود صاحبه فيه، لا تتخطوا حدود المسموح لكم به. وبنشوفه بيختفي من قدامهم ويدخل المطبخ تاني ويتحول لسكين حاد. وبنشوف الدجاجة ذات روح العنقاء بتقول للسلف السابق بنبرة تهديد: إن السيد لا يعلم حقيقة أمرنا، أتمنى أن تحافظ على هذا السر أيها السيد، وإلا لن أستطيع منع شوبر من تقطيعك المرة القادمة. وبنشوف السلف وهو بيقدم التحية ليها ويقول لها: السر محفوظ ومصان ولن أتفوه بأي كلمة. وهنا بنشوف السيد شون بيقول له: لقد أخبرتك يا أبي، أتصدقني الآن؟ لقد ربحت الرهان، يجب عليك أن تعطيني كل الأحجار الروحية التي تمتلكها. وهنا بنشوف أبوه بيضربه تاني بالقلم وبيقول له: يا جدع، كاد والدك أن يفقد حياته أمامك وأنت لم تحرك ساكنا، وكل ما يشغلك هذا الهراء الذي تتحدث به. وفي الوقت ده بنشوف بطلنا راجع من السوق، وبمجرد ما يقرب لباب البيت ويشوفهم يقول في نفسه: ايه اللي رجع شويه المجانين دول تاني؟ هيقعدوا يعيطوا يقولوا لي عاوزين نشرب شاي ويصدعوا اهلي معاهم. الحل ان نستخبى لحد ما يزهقوا ويمشوا من نفسهم. وبنشوفه هو بيتسحب بهدوء علشان محدش يحس بوجوده، لكن مورو تشوفه فجأة تصرخ وتقول: أيها السلف المبجل، إلى أين أنت ذاهب؟ فيبص لها بطلنا ويقول لها: افتكرت إني نسيت أحاسب سواق التوك توك اللي جابني. فبنشوفها بتقول له: إن جدي هنا ويريد التعرف عليك. ويقول بطلنا: جدك كمان؟ انتوا هتجيبوا لي العيلة كلها اتعرف عليها. وهنا بنشوف السيد شون بيقول: أبي، تذكر جيدا أن السيد لا يرغب في إظهار الاحترام الزائد، عامله على أنه شخص عادي. ومجرد ما السلف السابق بيلف ويشوف بطلنا تشين وهالة اللي تشي اللي بتحاوطه، ينسى كل الكلام ويقوم بتقديم تحية سيد الأباطرة. وبنشوف بطلنا مستغرب وبيقول في نفسه: هي العيلة دي ما فيهاش حد دماغه سليمة؟ وبنشوف بطلنا بيوجه الكلام ليه ويقول له: اتشرفت بمعرفتك أيها السيد. فيرد عليه ويقول له: أرجوك لا تناديني بالسيد مرة أخرى، فناديني بالشيخ أو بالرجل العجوز، فلا يوجد سيد هنا غيرك. فيبص له بطلنا وهو بيضحك ويقول في نفسه: أنا لازم أخدهم على قد عقلهم. ويقول له: كما تحب أيها الرجل العجوز. ويقول لهم: اتفضلوا ادخلوا. وهنا بنشوف السيد شون والسيد شوان ومورو عينيهم لمعت وبيقولوا بكل حماس: سنشرب المزيد من الشاي. وفي الوقت ده يقاطعهم بطلنا ويقول: لا، المرة دي مفيش شاي، ده وقت غدا، هجهز وجبة خفيفة كده علشان يبقى عيش وملح، وعلشان كمان ارحب بالسلف السابق. وبنشوف علامات السعاده على وشهم، وبنشوفهم وهم قاعدين منتظرين الاكل. ويقول لهم السلف السابق: انا مدين لكم باعتذار على عدم تصديقي لكم، ولكنه ايضا امر عجيب ولا يصدق. وبنشوفهم بيبصوا وهم محبطين. فيقول لهم: حسنا، ساسد ديني لكم من الاحجار الروحيه. وبنسمع السيد شون بيقول: يا أبي، نحن لا نهتم بالأحجار الروحية، ما يحزننا أننا كنا نرغب في شرب مزيد من الشاي. وفي الوقت ده بنشوف السلف السابق بيمسك أحد الأواني اللي كانت قدامه، وبمجرد ما بيلمسها بيحس بطاقة كبيرة بتخترق جسمه لدرجة إنه وقع على الأرض من شدتها. وبيشوف الأواني وهي بتخرج منها طاقة من الليتشين نقي. وبنسمع شون وهو بيهمس ليه ويقول له: أبي، نحن نعلم هذا من المرة السابقة، لذلك نجلس دون حراك ولا نلمس أي شيء حولنا. وهنا يقول له السلف وهو متغاظ: أيها المتخلف، كان يجب أن تخبرني قبل أن ألمس الأواني وليس بعدها. وبنشوف بطلنا وهو بيطبخ وريحة الأكل مالت البيت. وبنشوف السيد شون بمجرد ما شم ريحة الأكل اتملى جسمه بالطاقة الداخلية ودخل مرحلة جذر الروح. وبنشوفهم بيبصوا له وهم مستغربين لانهم عارفين ان عنده اضطراب في مسارات الطاقه، ويبداوا هم كمان يحاولوا يشموا ريحه الاكل علشان يزودوا طاقه جسمهم. ويقاطعهم صوت بطلنا في الوقت ده ويقول لهم: اتفضلوا، الاكل جاهز. وبنشوفهم وهم بيبصوا للاكل باندهاش، وبيشوفوا ان في هاله كبيره من الليتشي حوالين الاكل. وبنشوف بطلنا بيقول في نفسه: اتمنى ما يعملوش الحركات المجنونه اللي عملوها وهم بيشربوا شاي. وبنشوف بطلنا شايل طبق كبير من الرز وبيقول لهم: ما تتكسفوش، اعتبروا البيت بيتكم، عاوزكم تدوقوا الاكل وتقولوا لي رايكم بكل صراحه. وهنا بيتفاجئ بطلنا انهم خلصوا الاكل ونزلوا عليه زي المفاجيع، ويصرخ عليهم ويقول: انتوا عمركم ما شفتوا اكل قبل كده؟ بتاكلوا كانها اخر مره تاكلوا فيها، وكمان ما سبتوليش حاجه كلها. وبنشوف انهم خلصوا كل الاطباق
ونسمع بطلنا بيقول في نفسه دول مسحوا الصحون وخلوها تلمع كأنها مغسولة. وبنشوفهم مريحين بعد الأكل ويبدأوا في اختراق مستويات القوة من غير أي مجهود، معتمدين على الطاقة اللي كانت في الأكل. السيد شوان تم الاختراق من المرحلة الخامسة إلى المرحلة الثامنة. السلف السابق تم الاختراق من المرحلة المتوسطة للروح إلى مرحلة ذروة الروح. مورو تم الاختراق من المرحلة العاشرة من الأساس إلى المرحلة المبكرة من قوة النواة. السيد شون تم الاختراق من المرحلة السابعة إلى المرحلة العاشرة. وهنا بنشوف السلف السابق وهو بيعيط ويقول: أخيرا لقد اخترقت إلى مرحلة ذروة الروح، كنت أظن أنني سأموت دون أن أصل لتلك المرحلة. وفجأة يبص لبطلنا ويقدم له تحية سيد الأباطرة. وبنشوف بطلنا مستعجب وبيقول في نفسه وهو بيبص للسلف: واضح انك مصدر التخلف اللي في العيلة دي. وفجأة بيطردهم بطلنا من البيت وهو بيقول لهم: بره يا عيلة كلها مجانين، ما تجوش هنا تاني. ونشوف شون بيقول: لماذا يا أبي فعلت هذا؟ لقد أخبرتك أن السيد في مهمة سرية، لماذا تفسد المهمة عليه؟ كنا نود أن نجلس حتى العشاء، لقد أضعت علينا العشاء بهذا التصرف الغبي. وهنا بنشوف السلف بيضربه بالقلم ويقول له: يا جدع، كيف تتحدث مع أبيك بهذه الألفاظ أيها الوقح اللعين؟ وبعدين بيتكلمهم بهدوء ويقول: إنني لم أستطع أن أتمالك نفسي بعد عملية الاختراق، كان يجب أن أشكر السيد. وبنشوف بطلنا واقف ورا الباب بعد ما طردهم وهو متضايق وبيقول: طايفة بحالها دماغها مفوتة وما فيهمش حد عاقل. وهنا تنتهي الحلقة الأولى بتاعتنا من القصة. فيا ريت لو عجبتكم القصة دي وحابين تعرفوا بقية الأحداث وتعرفوا تشين هيعمل إيه مع شوية المجانين اللي بيتعامل معاهم دول، اعملوا لايك على الفيديو وسيبوا لي كومنت. وشكرا جدا على دعمكم الكبير. Mon Hwangay.